سيدنا محمد أشرف المخلوقات والمرسلين. السيد رئيس الجلسة، سيدي رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس بلدية سيدي رحال، شكر خاص أيضا إلى مركز أفروميد وإلى المرصد القضائي للحريات وإلى بلدية سيدي رحال على هذه الدعوة الكريمة. الحضور الكريم كل بصفته وباسمه سعيد بتواجدي بين ظهرانكم لمناقشة والإسهام في موضوع يهمنا جميعا بطبيعة الحال كمغاربة. الموضوع يتعلق بمستجدات القضية الوطنية على ضوء القرار الأممي الأخير. بطبيعة الحال العنوان يفرض أن لا أناقش الموضوع في عمومياته وأن أقتصر على هذا القرار الأممي الأخير وعن مستجداته، ولكن الأمر يفرض أولا وضع هذا التقرير الأممي الأخير في سياقه، ما الذي سبقه، لأنه هو الذي سيبين ما الذي وصلنا إليه من خلال القرار الأخير. تعلمون على أن هناك تقرير لسنة 2014، تقرير وجه ضربات موجعة للمملكة المغربية خاصة في الميدان الحقوقي. تعلمون أيضا على أننا في سياق يلعب فيه الاتحاد الأفريقي دور بارز في الإساءة للمملكة المغربية، لا يكاد يترك فرصة لتوجيه ضربات إلى المغرب. ثالثا تعلمون على أننا أمام وجود مراقب أممي أبان غير ما مرة عن انحيازه السافر لجهات أخرى وعن معاداته للمملكة المغربية ولطرحها من قضيتها الوطنية. تعلمون أيضا على أن هذا القرار جاء في سياق حملات تقوم بها البوليساريو، بحيث قامت واستبقت هذا القرار باستعراض عسكري كبير تحاول من خلاله التهديد للتلويح بالرجوع مرة أخرى للحرب وبالتنازل بطبيعة الحال عن وقف إطلاق النار الذي قرر سنة 1991. تعلمون كذلك الزيارات المكوكية التي ما فتئت تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية بقيادة وزير خارجيتها لكل العواصم المؤثرة داخل الأمم المتحدة، قصد بطبيعة الحال استجداء وقصد أحيانا شراء قرار يضر بمصالح المغرب في قضيته وحدته الترابية. كذلك تم اللجوء إلى كل أو مجموعة من المنظمات غير الحكومية، إلى مجموعة من الجمعيات، وعلى رأسها مثلا جمعية السيدة كينيدي، من أجل استصدار تقارير تسيء إلى المغرب علها تساعدهم لكي تساعد مجلس الأمن والأمم المتحدة لبناء قرار قد يضر بالمغرب. وسط كل هذه الأمور وبعد صدور تقرير 2014 انتظر عاهل المملكة صاحب الجلالة محمد السادس إلى ذكرى المسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 2014. آنذاك سيلقي خطابا سيكون بمثابة النقطة الفاصلة مع الطريقة التي كان يتم بها تدبير ملف الصحراء والطريقة التي يتعين أن يتم بها تدبير الموضوع لاحقا. وما يهمني من خطاب صاحب الجلالة هو اللاءات الأربعة التي ركز عليها في ذلك الخطاب، لأنكم ستجدون عندما نعود إلى التوصيات المضمنة بهذا التقرير ستجدون على أن الذي كان حاسما فيها والذي جعل وأرضخ مصدر هذا القرار إلى إصدارها هو ذلك الخطاب الذي كان صريحا وواضحا في أمور لا يمكن للمملكة المغربية أن تتنازل عنها أو أن تجعلها موضوع نقاش. اللاءات الأربع التي جاءت في خطاب صاحب الجلالة نصره الله بتاريخ 6 نوفمبر 2014 لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجيوي وتقديمه على أنه مسألة تصفية استعمار، فالمغرب في صحرائه يبسط سيادته على أرضه. ثانيا لا لأية محاولة لمراجعة مبادئ
ومعايير التفاوض، ولأية محاولة لإعادة النظر في مهام المينورسو، وذلك بتوسيعها بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان. ثالثا، لا لمحاباة الطرف الحقيقي في النزاع وتمليصه من مسؤولياته. وأخيرا، لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة وحركة انفصالية، ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف. إذن سنجد على أن هذا الخطاب وعلى أن هذه اللاءات الأربعة والطريقة التي وردت بها ستؤثر على تقرير الأمم، وسنجد كيف سيأتي تقرير أممي يحاول قدر الإمكان تلافي التقاطع مع هذه النقط. عندما تطلعون على هذا القرار وجدنا على أنه أولا لم يشر إلى مجموعة من النقط. هذه النقط تحتاج لدبلوماسيتنا سواء الرسمية أو الموازية لأن تفرض على أن تكون موضوع نظر في التقارير المقبلة وفي القرارات التي تتخذ مستقبلا. مثلا التقرير الحالي ولمن اطلع عليه ستلفون على أنه يضع الجزائر كالعادة خارج إطار الطرف المتنازع، ولا يشير إليه إلى أنه طرف أصيل في هذا النزاع، والحال أنه كذلك لا دبلوماسيا ولا حتى في كل المناوشات التي تتعرض لها مملكتنا وقضية وحدتنا الترابية كلها مصدرها الجزائر. ومع ذلك تحاشى هذا التقرير بعباراته الفضفاضة، تحاشى الإشارة إلى الجزائر رغم حملتها الدبلوماسية القوية والشرسة التي تشنها ضد المملكة المغربية. ثانيا، هذا التقرير الأممي لم يشر إلى الحصار الذي يتعرض له اللاجئون في مخيمات تندوف، ولم يشر إلى حرمانهم من حقوق إنسانية ومن حقوق كفلة المواثيق الدولية، أقلها حقهم بطبيعة الحال في التنقل خارج المخيمات كما تقتضي ذلك اتفاقية جنيف والقوانين الدولية في هذا الشأن. ثالثا، ستجدون على أن هذا التقرير لم يتحدث عن الجرائم التي تقترف في تندوف، وذلك عن طريق تجنيد الأطفال الصغار وبراءة الصغار وجعلهم يتحملون السلاح ويهيئون بطبيعة الحال للحرب في معسكرات البوليساريو، وهم في ذلك أو ذلك كله في انتهاك سافر للمواثيق الدولية بخصوص حقوق الطفل. رابعا، القرار كذلك تحدث على أن هناك خروقات في وقف إطلاق النار، ولكنه تحاشى ذكر الجهة التي تقوم بخلق هذا المقتضى، علما بأنهم يعلمون علم اليقين على أنه منذ سنة 1991 منذ أن وقعت المملكة المغربية على اتفاق وقف إطلاق النار لم يسجل في أي مرة على أن هناك خلق في جانب بلدنا لهذا المقتضى، في حين بين الفينة والأخرى كانت تسجل انتهاكات وأحيانا صراحة التهديد بانتهاك هذا المقتضى من طرف البوليساريو سواء من طرف رئيسها أو من طرف وزيرها في الدفاع. كذلك الأمور التي سجلناها والتي نسجلها بفخر ونسجل بالفعل على أنها مستجدات تخدم قضية وحدتنا الترابية هي التقدم الكبير الذي أشاد به أصحاب التقرير الذي حققه المغرب في ميدان حقوق الإنسان خاصة في الأقاليم الجنوبية، ويتكلمون كذلك على أنها الآن أصبحت بواسطة مؤسسات أظهرت نجاعة الأعمال التي تقوم بها، وأشاروا إلى المجلسين الجهويين سواء المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بالعيون أو المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بالداخلة، وأشار كذلك إلى السيل العارم من الشكاوى التي ترفع من طرف هذين المجلسين للجهاز الحكومي والطريقة التي يتم التفاعل بها. بالفعل هذين المجلسين مأسسة حقوق الإنسان بهذا الشكل نكون بذلك قد قطعنا الطريق أمام خصوم وحدتنا الترابية. لماذا؟ لأنه بعد 1991
وبعد أن حطت الحرب أوزارها لم تعد أمام البوليساريو طريقة لضرب المملكة المغربية، طريقة للإساءة إليها في المحافل الدولية، فتم التوجه هذه المرة من الحرب بالسلاح إلى حرب من نوع آخر، وهي المعركة الحقوقية، وكانت عن طريق انفصالي الداخل، عن طريق دعمهم هنا وهناك إلى كل هذه الأمور من أجل استفزاز الدولة المغربية، من أجل استفزاز الأمن المغربي، من أجل استفزاز القضاء المغربي، لاستصدار ردود أفعال أحيانا، لاستصدار أحكاما في أحيان أخرى، وذلك لإغناء تلك التقارير التي تقوم بها تلك المنظمات الدولية قصد إيجاد ذريعة للمطالبة بماذا؟ بتوسيع مهام المينورسو في الصحراء، وجعلها لا تستقر ولا تقف عند وقف إطلاق النار والسهر عليه، وإنما تتعداه إلى ماذا؟ إلى مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في الصحراء، وبالتالي التطاول على السيادة الدولة المغربية لأراضيها. لذلك ستجدون مرة أخرى على أن هذا التقرير أشار إلى تقدم عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإلى تقدم لجانه الجهوية، وقدم معطيات أقول رقمية حول عدد الشكايات المرفوعة، وأشار كذلك إلى التفاعل الحكومي مع تلك الشكايات التي تقدم. أشار كذلك التقرير إلى إصلاح مدونة القضاء العسكري وإلى قبول صاحب الجلالة على أن لا يحاكم الأطراف، تحاكم الأطراف المدنية أمام القضاء العسكري، واعتبر ذلك أيضا إدانة من المملكة المغربية بمراجعة مجموعة من الترسانة القانونية التي كانت توجه لها سهام النقد. كذلك تحدث هذا التقرير عن التفاعل الإيجابي مع زيارة المبعوث الأممي كريستوفر روسي. الذي يهم في هذا القرار هو الرسائل التي وجهت لخصوم وحدتنا الترابية. هذه الرسائل يمكن اختزالها في 6 رسائل وجهت إلى الجزائر ووجهت إلى البوليساريو من خلال المضامين أو من خلال مضامين هذا التقرير. أول هذه الرسائل الرسالة الأولى، وهي رسالة استراتيجية، وذلك من خلال التكييف الأمني الوارد بالقرار، إذ أن هذا القرار الأممي ربط قضية الصحراء والمغرب العربي والأمن بالاستقرار بمنطقة الساحل. ولعل التنبيه هنا واضح إلى أن نزاع الصحراء أكبر من جبهة البوليساريو، فمجلس الأمن بات ينظر أكثر إلى النزاع من زاوية الصراع بين الجزائر والمغرب إلى نزاع داخل محيط إقليمي يهدد بالخطر بطبيعة الحال، سواء من شمال مالي أو من الجزائر أو من ليبيا أو من مخيمات تندوف. ثانيا سنجد